هو طبعا وللأسف مفيش لغط في الأديان التانية عشان مفيش حد يقدر يتكلم فيهم. يعني مفيش حد يقدر يطلع ينتقد ويقول انتوا جايبين الكلام ده منين. عندنا احنا بس. طب يا جماعة مش هسمي طبعا لان هم بقوا كتير. لو انا زي ما انتوا بتقولوا طلعت الاحاديث، خلاص الاحاديث دي انتقلت من بعد 100 سنة و1000 سنة، طلعتها على جنب. طب هات لي انت دليل من القرآن يقول لي انا اصلي ازاي. ولو مفيش حاجة من القرآن بتقول لي اصلي ازاي، يبقى انا مش هصلي. طب ما هو ربنا بيقول لك ان الصلاة دي اول حاجة هتحاسب عليها، وان اللي ساهيين عن صلاتهم، اللي بيسوا بس عن الصلاة، في الدرك الاسفل من النار. طب انا هصلي ازاي؟ طب ما يا ربي ما انا ما عنديش، ما الناس دي شككتني في كل حاجة وقالت لي ان الاحاديث اللي جاية دي مش موجودة. طب انت هات لي بقى الاحكام بتاعت الشرع والدين، هتجيبها منين؟ ما انا دلوقتي لو واثق في كلام مفسرين ولا كلام محدثين ولا البخاري ولا المسلم ولا كنتهم على جنب عشان اجدد. طب جددت بقى عندي القرآن، يبقى انا اخري كمسلم اقرا القرآن وانت الشهادتين. مش هو ده الدين اللي انتوا عايزينه؟ يبقى هي كده خلاص بقى. الشباب ده كله بقى انت ضليته، ما بقاش عنده حاجة يعملها خلاص، لان هو ينطق الشهادتين ويقرا القرآن وشكرا. لا حول ولا قوة الا بالله، وانا لله وانا اليه راجعون. يتوب علينا ربنا.